مع كل ماتش هالاند بيكسر رقم قياسي جديد، بجد حاجة مش طبيعية. وعايزين نركز إن جراديولا بيخلّي لعيبته يعملوا حاجة كده من تحت لتحت في الضربات الحرة، جابت لهم جونين في آخر 3 ماتشات، وصلاح كمان كسر رقم قياسي جديد صغير كده لليفربول، وأرسنال أخيرًا بيكسب، ولكن ده في حد ذاته مش إنجاز لإن ما فيش حد ما بيكسبش تشيلسي. أرسنال بقى الفريق الوحيد في كل دوريات أوروبا الكبيرة يبقى عنده 4 لعيبة مختلفة جايبين له أكتر من 10 تجوان في الموسم، مارتينيلي، ساكا، أوديجارد، وانضم عليهم جابرييل جيسوس. القصة دي حصلت في تاريخ الدوري 7 مرات بس قبل كده، وحصلت لأرسنال مرة واحدة قبل كده، ولأ ما كانوش الأربعة أونري، بيركامب، بيريز، ولونبرج. الكلام ده حصل في 2013 وكانوا كازورلا، بودولسكي، وولكوت، وجيرو. وكمان أرسنال بقى الفريق الوحيد في الدوري كله لحد دلوقتي اللي يبقى عنده 3 لعيبة مختلفة ليهم يد أو رجل في أكتر من 20 جون لفرقتهم الموسم ده، أوديجارد، مارتينيلي، وساكا. والله خسارة، فرقة فعلًا مسلية جدًا وهجومها خطير، بس للأسف في هالاند وسيتي. جابرييل جيسوس بقى عمل رقم قياسي جديد في الدوري الإنجليزي، إنه بالجون اللي جابه في تشيلسي بقى له 55 ماتش لمّا بيسجل فرقته ما بتخسرش، كسب 50 منهم وتعادل 5 بس. عايز أتكلم شوية كده عن تشيلسي. بُصّوا أنا مش عايز أبقى بأفور ولا حاجة، ولكن تشيلسي ولامبرد بجد في رأيي أسوأ فريق وأسوأ مدرب في الدوري الموسم ده. مبدئيًا تشيلسي عنده نُص النقط بتاعة أرسنال. تشيلسي لحد دلوقتي خسران 14 ماتش في الموسم، دربهم لحد دلوقتي 3 مدربين، ودفعوا فلوس أكتر من أي نادي في تاريخ الكورة عمره دفعها على فريق، ولسه برضه ما حدش في المدربين دول ولا لاعب من اللعيبة اللي جابوها كلهم كده على بعض شكلهم إن هم لا عمرهم دربوا ولا لعبوا كورة أبدًا في حياتهم. عايز أبُص بصة صغيرة كده على الدفاع، والجونين الأولانيين اللي أرسنال جابهم بجد نسخة كربون. جاكا بياخد الكورة من ناحية الشمال، بيعمل كورة عرضية على الأرض في وسط ال7 مدافعين لتشيلسي، ولا واحد فيهم بيلاحظ إن في لاعب اسمه مارتن أوديجارد، وبيخش أوديجارد يجيب الجون الأول والجون التاني بنفس الطريقة. يعني جاكا وأوديجارد عملوها أول مرة، تاني مرة نحاول نبقى أذكى شوية. فبجد الدفاع ما عندوش فكرة وعشوائي تمامًا، والهجوم كمان أسوأ. تخيلوا كده إن تشيلسي الموسم ده أكتر لاعب عامل له assists في الدوري لحد دلوقتي هو ماتيو كوفاتيتش، وعامل 2 assists بس. فلامبرد بقى عشان عبقري قرر يبدأ الماتش ده بأوباميانج كمهاجم لتشيلسي. آخر مرة أوباميانج بدأ كأساسي لتشيلسي كان في نوفمبر اللي فات برضه قدام أرسنال. المهم في الماتش بقى بتاع نوفمبر ده أوباميانج لعب 66 دقيقة ولمس الكورة 6 مرات بس. في الماتش ده أوباميانج لعب 45 دقيقة بس وبعدين اتبدل بين الشوطين، ولكن لمس الكورة 9 مرات. المشكلة إن 4 منهم كانوا ضربات بدائية. فالسبب الوحيد بصراحة اللي أنا لقيته إنه يخلّي لامبرد يبدأ بأوباميانج هو إنه اعتمد على الكليشيهات اللي هي موجودة في الكورة دي، بتاعة إن المهاجم اللي بيسيب نادي ويلعب ضده بعد كده هيسجل فيه جون. الكلام ده طبعًا بتاع مدير فني بجد سيء وما عندوش فكر. من الآخر مدير فني في آخر 20 ماتش دربهم ما بين تشيلسي وإيفرتون قبل كده، كسب ماتش، اتعادل 2، وخسر 17 ماتش. طيب هالاند بالجون اللي جابه في ويست هام بقى منفرد كده أكتر لاعب يسجّل أجوان لفريقه في تاريخ الدوري الإنجليزي، سواء الدوري لمّا كان مكوّن من 38 ماتش أو حتى 42 ماتش. هالاند كده مسجّل لحد دلوقتي 35 جون، 30 منهم سجّلهم باللمسة الأولى له، وده معناه إن تحرُّكاته بجد عبقرية، فبتخلّيه لا محتاج إن هو لا يسند ولا يوقّف الكورة. المُرعب بقى وفعلًا ممكن يبقى مُحبِط شوية إن كل اللعيبة اللي جوارديولا اشتراها وهو في مانشستر سيتي بقوا أحسن بكتير في تاني موسم له معاه. هالاند في أول موسم له مع جوارديولا بقى أحسن هداف في تاريخ الدوري. مش قادر أستوعب هو ممكن يعمل إيه السنة الجاية. اتعودنا من جوارديولا إنه دايمًا بيحاول يطوّر ويخترع حاجات جديدة في الكورة سواء في التشكيل، في التكتيك، أو في الفلسفة، لكن برضه عنده حتّة كده بتخلّيه يحاول ياخد المبادرة بطرق مش هاقول ملتوية ولا غِش، ولكن من تحت لتحت. في حاجة كده لعيبة مانشستر سيتي ابتدوا يعملوها في آخر كام ماتش، لمّا بييجي لهم أي ضربة حرة برّه منطقة الجزاء ممكن تترفع جوّه المنطقة، لاعب من سيتي قبل ما الكورة تترفع على طول بيخش يزُق مدافع للفريق المنافس عشان يخلّيه يغطي التسلل. أنا ما أعرفش ليه الحكام والVAR مش بيلاحظوها، وما أعرفش ليه المدافعين ما بتقعش على الأرض وخلاص. عملوا القصة دي مع أرسنال وWest Ham في المرتين قدّام الفرقتين المدافعين بتوعهم كانوا واقفين صح على خط مستقيم. فجأة قبل ما الكورة بتتلعب بيخش لاعب من مانشستر سيتي ويزُق مدافع من أرسنال ومن ويست هام،
ويخليه يغطي التسلل. فحاجه كده عايزين نخلي بالنا منها ونشوف امتى الحكام او المدافعين هيحاولوا يوقفوها. محمد صلاح جايب الجون الوحيد لليفربول في فوزهم على فولم، وبالجون ده بقى صلاح اول لاعب يسجل في 8 ماتشات ورا بعض في الانفيلد في كل البطولات من سنه 2014 ولويس سواريز. طيب في اخر حلقه هقول ان سام الردايس بقى المدير الفني لليدز يونايتد. في اول مؤتمر صحفي له قالوا انه شايف ان هو لا كلوب ولا بيب جراديولا ولا ارتيتا احسن منه في حاجه، وهو خبرته في الكوره يمكن تكون احسن منه. ماتشه الجاي قدام جراديولا وسيتي، فيا ريت يا الردايس تبقى على قد كلمتك وترجع لنا الدوري تاني في الملعب. انا ناوي اتعلق باي اشياء، واشوفكم الحلقه الجايه.